يعني ايه لما تيجي تشحنها تلاقيها بتتشحن اسرع من الموبايل من 5 ل 80% في تلت ساعه بس، وده بالشحن السريع. لو فاكر ان العربيات الكهرباء ممله فانت لسه ما ركبتش البورش التايكن. اللي قدامكم دي 408 حصان وبتنزل ستاندرد 19 انش، بس دي عليها اوبشن 21 انش. الازاز بتاعها فريملس، ويا بخت اللي عنده عربيه فريملس، ده غير انه عازل للحراره وكمان الصوت. وفي حركه شيك قوي بتعملها عشان تفتح كفر الشحن، وكمان عليها سبويلر للداون فورس. ديزاين الداشبورد سامبل وشيك قوي. عدادات ديجيتال جوه كيرفد سكرين 16 و8 انش، وفي النص المين سكرين اللي بوايرلس ابل كار بلاي، وكواليتي الكاميرات حلوه قوي. وتحتها تاتش سكرين لسيتنجز التكييف، وبتتابع من عليها البطاريه وقت الشحن وكمان النافيجيشن. وكمان فيها سكرين رابعه للي قاعد جنبك فيها كل حاجه. فوقيك بانوراميك سان روف من اول العربيه للاخر، وكلها جلد من جوه في الترامز باللون الذهبي. وكمان عليها سبورت كرونو باكج، الكراسي كهرباء بالكامل وبنظام تسخين. فيها 5 وضعيات سواقه مختلفه. ورا عندك تكييف وكاب هولدرز في النص، بتنزل دي كده عشان تجيب اللي انت عايزه من الشنطه. الشنطه واسعه وتشيل معاك، والميزه ان عندك قدام مساحات تخزين حلوه. العربيه دي دفع خلفي واخده ريكورد اطول دريفت بعربيه كهرباء في العالم. هي بصراحه ممتازه في السواقه جوه البلد، وتوديك لحد الساحل بشحنه واحده. العربيه الكهرباء الوحيده اللي تنسيك اي عربيه كهرباء تانية، وموجوده في اوتوبان في التجمع الخامس.